السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة 2023. ربنا يا رب يجعلها سنة سعيدة علينا كلنا، وكل اللي نفسه في اي حاجة يحققها في السنة الجديدة، وتكون فتحة خير على الجميع يا رب. انا عملت تورتاية بمناسبة السنة الجديدة. عملتها في البيت، مكوناتها بسيطة جدا. هتشوفوها معايا بكل تفاصيلها، والغلطات اللي حصلت معايا هقول لكم عليها. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. دي المكونات بتاعتنا. معانا 5 بيضات، وكوباية ونص من الدقيق، وفانيليا طبعا، ومعلقة بيكنج باودر كبيرة أو كيك شيف، ودي كوباية إلا ربع سكر. هنبتدي بقى نحط البيض بتاعنا في بولة، بس البولة اللي تستخدميها تكون غويطة وصغيرة، لأن طبعا المكونات مش كتير. علشان تعرفي تضربيها بالمضرب بتاع الكهرباء. لازم تكون البولة غويطة شوية علشان ما تبهدلش معاكي الدنيا. اللي حصل معايا ان انا المضرب بتاعي الكهربائي لقيت فردة من الايادي بتاعته، مش لاقياها، فضلت ادور عليها كتير ما لقيتهاش. انا هنا حطيت ال5 بيضات، وحطيت فانيليا، وطبعا هحط معلقة خل كبيرة. الخل مع الفانيليا لما بينزلوا على البيضة على طول ما بيخلوش اي ريحة زفارة للبيض. أنا هنا حطيت في المضرب الكهربائي إيد وإيد. أنا مش عارفة بصراحة الإيد الحلزونية دي بيستخدموها في إيه، من ساعة ما جبته وما استعملتهاش خالص، فقُلت أجرّب أحط واحدة وواحدة، لكن لقيتهم بيخبطوا في بعض يعني ما أسعفتنيش. فحطيت البيض وحطيت السكر وضربتهم مع بعض شوية، وحطيت المكونات الجافة مع بعض، اللي هي كوباية ونص دقيق، ومعلقة كيك شيف، وحطيت ذرة ملح صغيرة، يعني ربع معلقة ملح. وهتبتدي تنزلي بالمكونات الجافة على الخليط، وانتي بتضربي جزء جزء يعني. حاولي تحطي كده معلقة جنبك زي ما انت شايفة. بتحطي جزء جزء، وتبتدي تضربي لحد اما الخليط كله يتجانس مع بعض. الكمية دي، المكونات دي المفروض ان هي تتحط في صينية صغيرة شوية، علشان تعلى معاكي، تعمل معاكي 3 طبقات. اللي حصل معايا برضو ده الخطأ اللي حصل معايا. الصينية كانت كبيرة شوية، اتخدعت في حجمها. فعملت معايا الكيك طبقتين بس، فأنا عملت كيكة تانية عشان أعمل طبقة تالتة. الكيكة التانية عملت معايا طبقتين، فطلعت التورتاية ب4 طبقات، بس طلعت حلوة جدا، مش مهم. هنا ده استخدمت كريم شانتيه، الكيس الكبير 180 جرام، عليه نص لتر من الحليب. يعني كوبايتين لبن، أو كوبايتين حليب، عليهم الكيس اللي هو الكبير عامل 180 جرام. هم الصراحة كاتبين ال- المقادير، وكاتبين الطريقة بتاعة الإعداد بتاعة الكريم شانتيه. صراحة ما خدش معايا وقت خالص، مع إني هنا بقى كنت ابتديت أستعمل إيد واحدة بس للمضرب. ودي عندي أنا كانت كريمة لباني 250 جرام تقريبا. طبعا بقى هما كمية صغيرة، فمرضتش أضربها بالمضرب. حطيتها في الكبة، والكبة غسلتها بخل، علشان لو في روايح أكل أو أي حاجة تطلع. دي أهم حاجة لو هتستخدميها في حلويات، لازم تغسليها بخل علشان ما يبقاش فيها أي روايح. وحطيت الكريمة اللباني على الكريم شانتيه، واديتهم تقليبة كده بالمضرب خفيفة جدا. وبعد كده دخلته التلاجة، قعد حوالي ساعة على بال ما الاسبونج طلع وبرد وظبط الدنيا. قشرتها بالسكينة علشان لما يجي احط السيرم ما يعني تبقى كويسة. انا استخدمت هنا السيرم بتاع الكمبوت، ده كمبوت خوخ كان عندي في التلاجة. ده اللي انا سقيت بيه الكيك بتاعي. لو ما عندكيش تقدري تحطي لبن، يعني تسقي الكيك بلبن، او يعني لبن ومعلقة سكر، او لبن ومعلقة كاكاو، او معلقة
بن اللي هو قهوة سريعة الذوبان، وعليهم معلقة سكر نسكافيه، نسكافيه مش قهوة. بس وابتديت أقطع الكمبوت بتاعي شرايح. وهنا أخدت أول طبقة من السبونج، وابتديت أحط السيرم بتاع الكمبوت. طبعا بتخرميها بالتوثبيك الأول علشان السيرم يدخل جوه، تبقى الكيكة معاكي طرية. وهنا ابتديت أحط بقى الكريم شانتيه طبقات أوزعه. دي كانت أول طبقة من الكيك، ودي كانت تاني طبقة. حطيت تاني طبقة وحطيت الكريم شانتيه. بصوا هو المفروض ان انتي بتحطي كده حبة وبتحطي الطبقة التانية فهي بتتضغط، لكن انا حبيت اوزعهم علشان ما يبقاش في حتة فيها وحتة لا. انا وزعتهم بالسباتيولا. كده انا حطيت الثلاث طبقات، ودي كانت اخر طبقة معايا، الطبقة الرابعة. هي بس وانا بقطعها بالسكينة بقشرها اتعملت من الطرف، فحطيت سيرم ولزقتها. انا كنت ناوية احط بندق قطع مجروش يعني ما بين كل طبقة والتانية، لكن نسيت خالص. فرحت شايلة آخر طبقة فوق وحطيت كمية البندق بتاعتي. زودت بقى شوية لأن الطبقات اللي تحت ما فيهاش، ورحت حطيتها تاني. يعني أنا كنت نسيت فشلتها، حطيت البندق ورجعت حطيتها تاني. وبعدين بقى هتبتدي تحطي الكريم شانتيه وتجلسي تجلسي الكيكة بتاعتك كويس. صراحة يعني هي الحركة دي بتبقى محتاجة ممارسة. أنا عملتها كده اتظبطت معايا أي نعم، لكن مش زي طبعا ظبطة الحلويات. بس الطعم بتاعها كان تحفة. أنا اتصلت بفلو كيكر، واتصلت بكلاسيك علشان أجيب تورتاية في يوم راس السنة، لقيتها ب360 جنيه. فطبعا أنا عملتها في البيت، ما كلفتش أي حاجة. أنا بعت جبت بس الكريم شانتيه، والباقي كله كان من البيت، البيض والدقيق. ولو أخدتوا بالكم هي ما فيهاش ولا زيت ولا زبدة ولا أي حاجة خالص، خفيفة جدا ومكوناتها بسيطة. ابتديت احط الكمبوت من فوق. انا كان عندي صوص فريز، صوص مربى فراولة، هبقى انزلها لكم في فيديو شورتس كده. فحاولت احطه من الجناب، تخيلت ان هي هتثبت من بره، بس كانت عايزة تتقل شوية. فطبعا انا ما تقلتهاش ولا اي حاجة. فالصوص نزل تحت، اداني بس اضاءة كده خفيفة. وانا كده كده في الاخر رحت مغطية كله بالبندق من الجناب. فما بقاش باين ولا صوص فريز ولا اي حاجة خالص. اللي كان باين الكمبوت الخوخ كده زي ما انتم شايفين من فوق، وطبعا البندق من بره، وكانت طعمها تحفة تحفة تحفة. بجد كل اللي دقها عجبته جدا. ومكوناتها بسيطة. عملتها في البيت. بالنسبة للقطع الصغيرة اللي أنا قطعتها من التورتة، اللي هي الجناب والوش من فوق والوش من تحت، أنا أخدتها حطيتها في بولة كبيرة، وحطيت عليها الكريم شانتيه، وقطعت عليها كمبوت قطع صغيرة، وحطيت بندق، وقلبتهم في بعض كويس. كان بقي معايا كريم شانتيه، رحت حاطة من فوق وأكلناها. عايزة أقول لكم كانت تحفة. يعني كمان القطع الصغيرة دي طبعا مش بتترمى، وبدل ما تاكليها كده ناشفة، جربي تحطيها بكريم شانتيه. هو كده كده هيبقى باقي معاكي جزء صغير من الكريم شانتيه، مش هتستخدميه كله. جربيها هتعجبك جدا. وده كان شكل تورتاية بعد ما خلصت. أتمنى تكون عجبتكم.